اكو رزق بلا بركه. ما اعطيه فلوس، هي اعطيه فلوس بس الفلوس ما بيهم بركه. انا اعطيه فلوس بس الفلوس ما اعطيه بركه بيهم. يا اخي احنا ماكو فلوس طايره، ماكو، ما عندنا. هي طبعا اكو خلل بالمنظومه، عندك خلل، عمله بالرزق غلط. شنو الحل؟ مجموعه اشياء حتى يصير الرزق مبارك. مجموعه اشياء. اولا الرزق. مولانا الصبح الناس تطلع لشغلها، يطلع اللي يصلي ويطلع اللي ما يصلي، يطلع الملحد ويطلع شنو؟ المؤمن. الله يرزقهم كلهم يرزقهم. الساعة تدري القماش يطلع يقول يا الله ارزقنا يا الله. شو يريد واحد يجي شنو؟ يشتري قماش. الساعة مولانا الطبيب يطلع يقول يا الله ارزقنا يرزقنا. شلون راح يرزقك؟ يجيب لك شنو؟ يجيب لك مرضى. الدفان يقعد الصبح يقول يا الله ارزقنا، يعني شو يجيب له؟ يجيب له موته. الله يعطي هذا ويعطي هذا. الجميع الله يرزقه، الجميع الله يرزقه. رزق شنو من رحمه هاي؟ يا ربي مو ذولا ما يصلون. ايه لا يصلون، انا رحمتي وسعت شنو؟ وسعت ذولا وسعت ذولا. رزق يرزق الجميع، يرزق الفاسق والمؤمن والصالح والطالح والغريب يا اخواني. وهاي تحير. مولانا الفاسقه تروح المحل فسقها تقول له يا الله ارزقني. هاي شلون؟ ايش رايحه تعصين الله؟ ما تستحين. ومع ذلك الله شنو؟ الله يخجل خلقه، بس مرات الخلق ما يخجل. العبد رايح الشغل يدري بهذا الشغل حرام. مو اكو ناس هسه عايشه على عمل حرام، مع ذلك الله شو يسوي؟ عجيب. ليش هيك يسوي؟ يا ربي اقطع رزقك عنهم وخليه يولوا. لا ذولا خلقي، انت ما تعلمني بخلقي. بس شو يسوي؟ يطيهم ويودي صوت باذانهم يقول لهم ما تستحون، ما تخجلون، اعطيكم وانتم تعصوني. الى متى تظلون هيك؟ ايمتى ترجعون؟ كافي بعود. الجميع يفتح محله مولانا يعصون الله. يريد يسوي شنو؟ يريد يسوي حفلة غناء. الغناء حرام. قبل لا يصعد يقول له ربي وفقني انا اريد اغني. عجيب. الله عز وجل يرزق الجميع، بس اكو هنا شغله، مره يعطي رزق بس ما يعطي وياه بركه. ها شوف هسه راح يتغير العمل. انا اعطيك رزق، اي ما يخالف، انت تعصيني، انا قانوني ارزق بالرحمه الرحمانيه جميعا، بس ترى ما اعطيك بركه، اعطيك رزق بلا بركه. شو يسوي الاخ؟ يعمل الحرام، يجمع هين صارن 500 وصارن مليون وصارن ما ادري ايش قد، وابتلاء بلوى بسيطه خلاه يذبهن كلهن. شنو؟ كلهن يذبهن. ليش؟ قال ايه مو هذا ما جايني من الدرب اللي انا اريده، فش اسوي؟ حال خلقي ارزقه، بس اعطيه بركه لو ما اعطيه. لا مو القانون هنا مو صح، عمله بالرزق غلط. فش يسوي؟ ما اعطيه فلوس، هي اعطيه فلوس بس الفلوس ما بيهم بركه. انا اعطيه فلوس بس الفلوس ما اعطيه بركه بيهم. ولذلك اكو رزق مبارك واكو رزق غير مبارك. عنده فلوس بس ما ادري وين يروحن، يلمهن وسوى حادث، يلمهن وتمرض، يلمهن وضاعن، يلمهن وابتلى بشغله وراحت كلهن، يلمهن. ليش؟ لان ما جاي لدرب رب العالمين. هاي الناس اللي يا اخي احنا ماكو فلوس طايره، ماكو، ما عندنا. هي طبعا اكو خلل بالمنظومه، عندك خلل، اكو رزق بلا بركه. شنو الحل؟ مجموعه اشياء حتى يصير الرزق مبارك. مجموعه اشياء. اولا محل العمل، نفس مكان العمل او روح العمل او آلية العمل لازم تتوفر بيها طاعه وتبتعد عنها معصيه. يعني شلون؟ مولانا عنده محل، اول ما يقعد يفتح محله شغل قرآن، يقرأ دعاء الصباح ويقرأ دعاء الايام ويقرأ ادعية الرزق. اول ما يفتح محله ويقرأ ادعية الرزق، هنا كثرة الطاعة بمكان العمل موجبة للرزق المبارك. زين اذا فتح الاسواق مالته بالاغاني شلون هاي؟ يعني مثل ما يقول لله ارزقني بس انا اتعارك وياك. هاي شلون؟ ما يصير. انت تتعارك ويا رب العالمين وانت محتاج رزقه. هاي شلون عقل هذا؟ ما يصير. بمحل العمل يعصي الله ويريد رزق شنو؟ يريد رزق مبارك. الله يعطيه رزق بس ما يعطيه بركه. فهذا بدل ما يذكر الله فاتح محله يغني. سايق تاكسي طول الدرب يدور في رزق الله ومشغل اغاني بالسياره. ما يصير. مو الاغاني حرام. يعني انت جاي تقاتل الله وتقول له يلا اعطيني رزق مبارك. اعطاه رزق احترقت الماكينه. هاي شلون؟ ما يصير.
فاتح له مكان قاعدين الجماعة، ما دام هم قاعدين ياخذون غيبة ويقول اللهم ارزقني، شلون هاي؟ ما يصير. محل العمل لازم بذكر وما بي شنو؟ وما بي معصية. هاي وحدة. الشغلة الثانية، محل العمل أو رأس المال لازم مخمس ومع صدقة، حتى العمل شو يصير؟ يصير رزق مبارك، لأن أكو حق لله بفلوسك، كون تعطي الساعة ترضى ما ترضى هن فلوس الله يعني مو فلوسك، هو متفضل عليك تعطيك إياهن، إذا اعطيه حقه أحسن يروحن كلهن. لو الإنسان هسه شوية يلتفت راح يشوف هو جاي يدفع الحق ومضاعف بس ما يدري بروحه. الصدقة والحق الشرعي وما شابه ذلك. القضية الثالثة، الشغلة الأخرى، حب الخير للآخرين. يعني مولانا إحنا مبتلون بقضية، واحد ما يحب صنفه، شو يتصور؟ يتصور إنه هذا جاي يقطع رزقه. أدري هو الجاي يودي الرزق خزاينه تخلص. السادة ايش مالك عينك ضيقة؟ ايش مالك يعني من يطلع مثل واحد من صنفك تتهمه والسقطه ولا والله على اليمن. شوف الخلق كله عارض بضاعته. السادة تروح مثلا السوق البقالي، هي هاي الطماطة والخيار مولانا كلهم يبيعون طماطة وخيار، الله يرزق هذا ويرزق هذا ويرزق. ليش؟ لأن المعطي شنو؟ خزاينه كبيرة ما تخلص. الساعة عين الإنسان ضيقة على صنفه على اليمن، ما يصير. إذا المؤمن، شوف شنو المؤمن؟ أي مؤمن، حداد، نجار، بقال، خياط، رادود، شاعر، خطيب، تاجر، مقاول، إذا عينه ضيقة على صنفه وقلبه بذرة غل على اليمن على المقابل، الله يرزقه بلا بركة. يرزقه بس شنو؟ ما يخلي بركة برزقه. إنسان ليش يعني عينه ضيقة؟ هو رزاق. ليش الإنسان يقيد السالفة وهي مطلقة؟ الله مطلق، أنت ليش تقيد السالفة؟ شوفوا ديك السنين يقال أجدادنا يسولفون، يقول بيام الأربعينيات الخمسينيات، يمكن آبائنا هسه قاعدين يتذكرون هالحالة في بعض أسواق العراق. يقول مثلا نصير دنيا الصبح السوق هذا يفتح، افترض سوق القماشين يفتح أو العطارين أو غيرهم مثلا. يقول مذولا من يفتحون بالسنين القديمة، يفتحون كلهم يخلون كرسي بالباب، يقعد بالباب، أبو المحل أول ما يفتح محله يقعد بالباب ويشغل قرآن ويقعد بالباب، كلهم يتقابلون بالمحل بالشارع مال المحلات، ويعني واحد يسلم على الآخر ويقعدون. يجي هذا الزبون اجى اشترى مثلا من أبو فلان، أبو صالح مثلا، أبو علي، اجى اشترى. من اشترى يعني استفتح مثل ما يقولون، طبب الكرسي جوه وقعد جوه. ورا شوية اجى واحد النفس أبو المحل قال له أرد، قال له لا ذاك أبو كرار ما مستفتح، روح اشتري من عنده. شوف حب الخير. قال له لا أنا بعدني أنا استفتحت اشتريت، ذاك بعده قاعد، روح اشتري من عنده وهي نفس البضاعة وبضاعته أحسن من بضاعتي، روح اشتري من عنده. فهذا شو يسوي؟ يشتري، يروح يدخل. الآن كلهم يطبون وين؟ بمحلاتهم. ذاك الوقت يبدأ البيع والشراء الصحيح. حب الخير للآخرين شيء كمالي جيد.